بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وش راكم غالياتي؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة، وان شاء الله الفيديو تاع نهار اليوم يلقاكم فرحانات مطمئنات، ويلقاكم ان شاء الله باحسن الاحوال. كما راكم تشوفوا جيت وجبت لكم التكمله لشهر ديسمبر تاع كرتونة رمضان، وراني واصله بها ان شاء الله يا ربي. يعني يكونوا كامل الفيديوهات اللي حطيتهم لكم بخصوص كرتونة رمضان واضحين ويكونوا بكل صدق ومصداقيه. لهنا غالياتي حبيت نوري لكم كما كامل الفيديوهات اللي نحطهم لكم تاع كرتونة رمضان ولا تاع سلسله كرتونة رمضان، كامل الحوايج اللي راح نزيدهم في كرتونة رمضان، ونوري لكم السله اللي راني نحتفظ بها في المواد الغذائيه ولا في كرتونة رمضان اللي راني محضرتها العام 2026. ربي ان شاء الله يوصلنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. واللي اول مره شافت قناتي نقول لك ما تنسينيش غاليتي، ديري لي جام، ديري لي ابوني، واكتبي لي اي تعليق محفز واش رايك في الفيديو تاع نهار اليوم. واذا ما عرفتيش واش تكتبي صلي على رسول الله في قسم التعليقات هكا باش ندو الاجر ان شاء الله. لنا غالياتي كانوا سالوني بزاف، جاوني تساؤلات يعني رهيبه بخصوص الكاوكاو. شوفوا لي غالياتي الكاوكاو يعني اللي راني محتفظه به هذا الكيلو كنت بدلته الشهر اللي فات، ولكن هذا الشهر ما رانيش رايحه نبدلو كيما شفتوا. يعني راني وريته لكم وقلبته باقي على حاله، يعني مخبياته عادي في السليله هذه، دايرته في كوانه تحت البوطاجي ومخبياته ما صرالو والو. بالنسبه لهذاك الفرماج يعني كنت دايرته في الفريجيدار، ولكن بركي للتصوير حبيت نحطه معكم في السله هكا باش تعرفوا باللي راني خبيت هذا البوده تاع الفرماج. لهنا غالياتي بالنسبه للزيت في الفيديو اللي فات ولا في الشهر اللي فات كنت خبيت 4 رواتل، ولكن يعني كي طولت باش نصور لكم كرتونة رمضان كنت استعملت من 2 رواتل الاخرين ما صورتهم لكمش، ولكن هذا البيدون تاع هذا الشهر راح نخبيه، و4 رواتل اللي كانت في السله راح نديها كيما هذاك 2 رواتل تاع عافيه، وكان عندي 2 رواتل واحد اخرين تاع اليو. فحبيباتي نتمنى تكونوا فهمتوني، اللي ما فهمتش تروح تشوف الفيديوهات السابقة تاع كرتونة رمضان ورايح تفهم بكل يعني تفاصيل المملة اللي في الفيديوهات. لهنا غالياتي بالنسبة للمظهر ما زدتش، يعني كاينين حوايج زدتهم، حوايج الله غالب، يعني هذا واش قدرني ربي، وان شاء الله يا ربي على قد ما قدرت نخبيها هكا باش نستفاد، والدراهم اللي راح نصرفهم في رمضان نديرهم اواني ولا نديرهم نسقم بهم داري ولا مثلا نكسي بهم اوليداتي. لهنا غالياتي فضلت من الشهر اللي فات 2 كيلو تاع سكر. انا هذو الايامات راني نتقشف بزاف، فراني استعمل يعني نشري 4 كيلو تاع سكر، فخبيت 2 كيلو. والشهر اللي فات ثاني كنت خبيت 2 كيلو كيما شفتوني في الشهر اللي فات. لهنا نورمالمون راني واصله ل5 كيلو تاع سكر، واكيد راح نزيد عليه لانه السكر بالنسبه ليا مهم. بالنسبه للمشروبات ما نشريش انايا، نخدم العصائر في الدار، فتعرفوا العصائر تدي كميه كبيره من السكر، فلازم نستخدم السكر بالبزاف. ثاني العسل نخدم المعسلات، وبما اني عندي قناه لازم نحط لكم الوصفات الرمضانيه اللي تكون فيها المعسلات، فلازم يكون عندي كميه كبيره من السكر. بالنسبه للكاوكاو راني راح نزيد هذا الرطل باش يولي عندي كيلو رطل، وباذن الله راني راح نوصل حتى 2 كيلو هكا باش ندير الحلوى تاعي تاع العيد بكل راحه واريحيه. وكيما دائما ننصحكم بالنسبه للمكسرات حاولوا يعني قد ما تقدروا تشروا يعني في هذا الوقت، على خاطر كي يقرب شهر رمضان ويقرب العيد يزيدوا لهم في السعر تاعهم. كيما العام اللي فات الخل ما كنتش مخبيه كامل في كرتونة رمضان، فهذا الشهر كي شريت 2 قراح حبيت نخبي وحده في كرتونة رمضان ووحده نستهلكها في هذا الشهر. بالنسبه للطماطيش الطماطم المصبره هذه المره ثاني خبيت هذه الباطا باسكو يعني الشهر اللي فات ما استخدمتش بزاف من الباطا اللي فاتت، فقلت نستهلكها نكمل. يعني قعدت لي شويه هكا قيس نص، قلت نكمل بها الشهر هذا ونعتمد على المرقه اللي تكون بيضاء هكا باش نريح معدتي
ونستفاد بباطا تاع طوماطيش كيما راكم تشوفوا هاني خبيتها معاكم. اما بالنسبه للاتاي فشريت هذا الشهر يعني هذه الباطا باش نخبيها في كرتون رمضان، لانه اللي كنت مخبيتها في كرتون رمضان جاوني ضياف الغفله وفتحتها يعني استعملتها، فحبيت هذا الشهر كي نشري خبي في كرتون رمضان نخلف الباطا اللي جبتها، وتعتبر كرتون رمضان في الشهر اللي نكونوا نخبوا فيها يعني نقدروا نسلفوا منها ونعاودوا نرجعوا. كما ان لهنا كما قلت لكم اتسلفت لاتاي وعاودت رجعته خلفته، يعني هذه الباطا راح تكفيني كامل شهر رمضان. يعني ندير غير بريق هكا صغير انا والزوج وتكفيني. للقهوه غالياتي كنت الشهر اللي فات خبيت معاكم باطا، وهذا الشهر خبيت معاكم باطا صاي دركي. بالنسبه للقهوه انا نستخدم هذه رياضو، نحسها يعني تجيني على الكيف، وكل وحده والقهوه اللي تستعملها كل وحده يعني النفحه تاعها علاش تجي. انا بالنسبه لي رياضو نمبر 1 في القهوه. لهنا غالياتي كانت عندي من قبل كميه تاع جوز فاستعملتها، كانت عندي طلبيه تاع حلوه استعملت هذيك الجوز اللي كان عندي، وعاودت شريت الجوز. وشوفوا لي كيفاش شريته كامل يعني صحيح ماشي يعني مكسر هكا باش كي نزين به يعني نحط الحبه فوق البقلاوه ولا فوق الصابلي ولا فوق اي نوع تاع حلوه يجيني باين ويجيني مشبوح. نتوما اذا حبيتوا يعني تشروا الجوز تاعكم باش تزينوا به كيما انايا استأذنوا من البائع وقولوا له يعني اذا قدر ينحي لكم حبات صحاح كيما انايا ووزنوهم وخبوهم مجمولين. يستحسن ديروهم في علبه بلاستيكيه ولا زجاجيه هكا باش تتفاداو انه هذوك الحبات يتقسموا ولا يتفتوا لكم هكا. اذا حبيتوا يبقاو لكم على نفس الحال. انا بركي للتصوير حبيت نوريكم كل حاجه على حيدة. بالنسبة لهذا الطو غالياتي هذا كان جاء الاب تاعي فجاب لي كمية تاع طو، جاب لي هذا تاع الطوماط وجاب لي تاع الزيت، فقررت نخبي هذه والا ما كنتش راح نخبي. هذه جاتني زياده فقلت وعلى لا نخبيها نديرها في مملحات. على بالي غالياتي دائما تقولوا لي هذا النوع من الطون راه فتات الطون، ولكن انايا بالنسبه ليا في وقت رمضان نكونوا مستغلين الدجاج واللحم يعني كل انواع اللحوم. بالنسبه ليا ما تهمنيش انه يكون طون ولا فتات طون، ولكن نشبح به بركي. هذا ما كان نديرو على الريحه، بما انه انا ثانيك ولادي يعني حتى ونشري هذيك الباطه الكبيره ما ياكلوها ليش ما يحبوهش، يتسمى غير انا والزوج نديروه في المملحات. بالنسبه ثانيك لاليفور شيميك كل شهر كل ما نشري يعني الكميه تاعي نخبي واش كتب ربي مره زوج مره 3 مره 5. هذه المره كتبت اني فضلت 4 ساشيات تاع لاليفور شيميك وخبيتهم معاكم. ننصحكم ثانيك بالفلون تاع نواره ثانيك بزاف هايل. اذا كنتوا تشروا كيما انا العلب الصغيره كيما انا هذه المره شريت بطعم الكراميل وطعم الليمون، واذا حبيتوا تشروا هذيك الساشي الكبيره نورمالمون فيها كيلو ولا ما على باليش انا جامي شريتها، اشروها من هذا الوقت لانه راح يزيدوا لهم في السعر ويعني يسمعوا مني وراكم راح تدوا المعلومه صحيحه 100%. كل عام يعني نشري انايا وندير كرتون رمضان ومن بعد كي نروح نشوف الاسعار دائما نلقاها زادت ولو كان ب1000 كل عام تزيد يعني. فحاولوا تشروا هكا الفلوت تاعكم كل مرة اشروا 2 3 4 واش قدرتوا وخبوا في كرتونة رمضان. بالنسبة للمارغرين راني كنت خبيت 2 بايط تاع 500 غرام وهذه الثالثة، وراني راح نزيد ان شاء الله نخبي الرابعة، لانه كما تعرفوا ان المارغرين ما نديرهاش بركي للحلوى وانما نديرها للمالح وللحلو، يعني نديرها في الطبخ كما نديرها في الوصفات اللي راني نشارككم بها يوميا. لهنا غالياتي حبيت ننصحكم بهذا الروز البسمتي المفور، يعني يجي مانيفيك يجي ولا اروح كي طيبوا به ما يتعجنش، يجيكم على حبه ويجيكم واحد الروز ما شاء الله يعني من اروع ما يكون. كنت نصحتكم ودائما ننصحكم في المصروف تاع الشهري نقول لكم راني نشريه من التعاونيه. يا ناس سقسوا على التعاونيه راهم حوانيت خاصين بالدوله يبيعوهم باسعار يعني مقننه كما يبيعوا الحليب ويبيعوا يعني حوايج واحد اخرين. الدوله راح تنقص السعر
للشعب بهذه الطريقة، ماشي كيما السوبيغات نلقاوهم بأسعار خيالية. لهنا غالياتي بالنسبة لزيت التتبيل كنت الشهر اللي فات ولا هذا الشهر شريت البيدون تاع زيت التتبيل ونقصت في هذه القرعة. هذه ماهيش الماركة تاعها غصن الشفاء، وإنما عمرت من البيدون تاع زيت التتبيل ونقصت قرعة هكا باش نتبل به الشلاضة تاعي في شهر رمضان، ونحاول نقتصد من الكمية اللي قعدت لي. دوك ان شاء الله ما نزيدش نشري حتى لشهر رمضان نلقى هذه القريعة نتبل بها الشلاضة تاعي. واكيد اكيد اللايف ولا صابون تاع الملابس راني كل شهر نخبي شويه، يعني واش فضل لي نخبيه معاكم، ويعني كل حاجه قدام الكاميرا. المهم غالياتي كانوا جاوني واحد التساؤلات ولا نقولوا واحد الانتقادات شويه فيهم نوع من الكره، ولكن انا ما يهمنيش. كانوا نعتوني باني انا انسانه بزاف مزيره بزاف، يعني شاتيه ما على باليش، قالوا لي مخلوعه ما يهمش. المهم انا هذيك القرعه تاع اللايف ديال 55,000 انا نفضلها ونروح نشريها حاجه لداري نستفاد بها خير من نسمع تعاليق سلبيه. انا بما انه هذه الحاجه ولا هذه الطريقه خرجت عليا حبيت نفيدكم بها باش ندي من عندكم ادعاوي الخير، وربي يرزقني ان شاء الله واياكم كل حاجة متمنيينها في قلوبنا ان شاء الله. هذه القناة تجمل دايما القلوب الطيبة، وثقوا في ربي اللي ما عندهاش ان شاء الله ربي يرزقها بشوية بشوية. حبيبتي ما تقنطيش من رحمة ربي، ربي يقدر يبدل حال الحال ويقدر يخرجك من الفقر للغنى، وان شاء الله ربي يبدل كامل حوالكم للأحسن. لهنا غالياتي كنت وصلت لنهاية الفيديو، نتمنى كنت خفيفة ظريفة على قلوبكم الطيبة، نتمنى كنت حفزتكم ولو كان بالقليل. ان شاء الله تكونوا استفدتوا، يعني حطيت لكم كل حاجة قدرت نحطها لكم بكل صدق ومصداقية. واللي اول مرة شفت قناتي نقول لك ديري لي جام، ديري لي ابوني ودعميني في قسم التعليقات. خليتكم في امان الله وحفظه، والسلام.